السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. أصدقائي وزمايلي في مجال الفنادق، النهاردة إن شاء الله بإذن الله وأول يوم ليا في مجال التصوير والأشياء دي. قررت إن شاء الله بإذن الله إن أنا أعمل محتوى خاص بمجال الفنادق. عملت صفحة جديدة إن شاء الله باسم برضو أحمد كنعان. هنزل لكم فيها كل ما يخص الفنادق، هنزل لكم فيها إن شاء الله بإذن الله اليوميات اليومية للعمل في الفنادق في جميع إن شاء الله بإذن الله الأقسام. عندي كمان قناة صغيرة كده إن شاء الله يا رب تعجبكم على اليوتيوب باسم برضو أحمد كنعان. يا رب الأول المحتوى يعجبكم. طبعا أنا قصدت إن أنا أعمل في مجالي مجال الفنادق، وإن الناس إن شاء الله بإذن الله اللي يتابعوني يستفادوا زي ما إن شاء الله بإذن الله أنا بستفاد منكم، وزي ما استفدت من ناس كتير جدا، من دكاترة درسولي في الجامعة. أنا اللي ما يعرفنيش، أنا الحمد لله خريج معايا بكالوريوس سياحة فنادق، ومعايا دبلوم فندقية، وكمان إن شاء الله بإذن الله الأيام ديت بعمل أو بدرس دراسات عليا وماجستير في إدارة الفنادق. وأنا دلوقتي حاليا بشتغل في مجال الفنادق بالمملكة العربية السعودية، والمحتوى بتاعي إن شاء الله هتكلم فيه على كل ما يخص الفنادق، ومنتظر طبعا دعمكم. يا ريت الناس كلها تشترك في القناة الأول على اليوتيوب، ويا ريت الناس كلها إن شاء الله تدعمني على صفحتي على الفيسبوك، وإن شاء الله بإذن الله بيكون في حد مسؤول إعلام إن شاء الله معايا الفترة الجاية. هننتظر أسئلتكم، وهننتظر تعليقاتكم عن ما هو كل ما هو يفيد الصفحة والعكس. ولو انتم شايفين ان انا مثلا المحتوى بتاعي ممكن ما يكونش كويس، او ممكن يكون ما يفيدش ناس، عرفوني برضه، على اساس ان الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله هتفيدني مستقبليا. طبعا انا اتعلمت من اساتذه زي ما انا ذكرت لحضراتكم في الاول. اتعلمت منهم كل ما يخص الفنادق نظري، وطبقته مع مدراء كتير ان شاء الله الحمد لله، عملي في فنادق في المجال اللي انا اشتغلت فيه. انا طبعا مجال انا اشتغلت في شرم الشيخ، اشتغلت فترة في مطار شرم الشيخ، اشتغلت في الاردن في فنادق، وحاليا الاول دلوقتي في السعودية. عايزكم طبعا تدعموني، وان شاء الله باذن الله ده ما انا ذكرت اكون حد خفيف عليكم. ان شاء الله باذن الله بكره بنزل لكم حاجه خاصه بالفنادق، والناس اللي في الفنادق يستفادوا وتفيدهم في عملهم، وتكون ان شاء الله باذن الله يكتسبوا منها مهارات تفيدهم في العمل، وتكون ان شاء الله باذن الله خطوه كويسه لينا كلنا مع بعض، وتكون بداية نجاح لنا كلنا إن شاء الله بإذن الله مع بعض. طبعا أنا برضو الفترة اللي فاتت الناس اللي ما تعرفنيش واجهت تحديات كتير بس الحمد لله إن أنا قدرت أتغلب عليها، وكنتم طبعا زمايلي اللي أنا دايما بعتز بيهم وبفتخر بيهم، ومدرائي اللي قبل كده السابقين اللي على تواصل بهم دايما باستمرار، وكانوا داعمين ليا، وكانوا هم سبب النجاح بعد ربنا سبحانه وتعالى. هم زملائي واصدقائي ومدرائي السابقين. هم كانوا سبب نجاحي بعد ربنا وتوفيق ربنا طبعا في الاول في الاخر في اللي انا فيه واللي انا وصلت له دلوقتي. في طبعا مهارات انا اكتسبتها في سواء من الجامعه، او سواء من الفنادق اللي انا اشتغلت فيها، او سواء من الحياه عامه. ان شاء الله باذن الله هناقشها معاكم الفتره الجايه، وفي في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. انا قلت الاول اعرفكم ان انا خلاص
خلاص ان شاء الله باذن الله عملت صفحه، وان انا اقدم ان شاء الله فيها محتوى تعليمي خاص بالفنادق وخاص بالموظفين والعاملين بمجال الفنادق. وقلت ان شاء الله باذن الله يا رب اكون حد زي ما انا ذكرت حد خف عليكم، ولو في اي سلبيات انا بقدمها يا ريت بس توضحوا لي علشان باذن الله نتخطى هذه السلبيات. ولو انتوا شايفين ان شاء الله باذن الله ان انا يعني المحتوى هيبقى مفيد برضو، وتعليقاتكم طبعا تهمني في الاول وفي الاخر، وانتم اخواتي الكبار والصغيرين، ويا رب ان شاء الله باذن الله اعجب وانال حضراتكم او انال اعجاب حضراتكم الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هيكون باذن الله هتكون حاجه كويسه، واوعدكم باذن الله ان انا اكون تحت حسن ظنكم الكبير والصغير، وان انا ان شاء الله اشرف زملائي واصدقائي تمام في المجال او في مجال الفنادق اللي احنا فيه، واشرف الناس اللي هم ما كانوش يعرفوني او لسه بيتعرفوا عليا يعني، واكون ان شاء الله باذن الله حد نافع ليكم زي ما انتم نفعتوني قبل كده الناس اللي انا اعرفها. وان شاء الله باذن الله تكون بدايه نجاح لنا كلنا. بشكركم، وان شاء الله انتظرونا ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه. شكرا جزيلا.